السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد المنزلاوي من قناة المنزلاوي. بص يا صاحبي، قبل أي كلام، لايكك، شيرك، كومنتك. كل ما عملت لايك أكتر كل ما القناة هتكبر، كل ما هتشوفني أكتر، كل ما هيبقى في حاجات أكتر. فشغل الدنيا معانا كده يا كبير. أوكي. النهاردة يوم الاثنين عزيزي، طالع بنتكلم عن حدثين مهمين قوي يحصلوا يوم الثلاث. واحد يقول لي ايه يا باشا اللي هيحصل يوم الثلاث؟ اقول لك والله حضرتك انت لو شفت فيديو امبارح وانا بقول لك ان رسميا الدوري اهلاوي، هو مش رسميا قوي يعني، هو 90% الدوري اهلاوي بس. بكره بقى الثلاث يا دي الانابيب جاي يزمر دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب، فصلني وهيقعد بقى يدقدق في دماغنا لحد ما نخلص. المهم، عشان نكرت الكلمتين، بكره الساعه 5 توقيت القاهره عندك ماتش الاهلي وسيراميكا. سيراميكا ده اللي لسه متعادل طازه خلاص الاسبوع اللي فات مع الزمالك ومديله على دماغه. حلو الكلام يا باشا، حلو الكلام. سيراميكا كليوباترا، لو جيت انت تمسك كده بالراحه تشوف الاهلي، طبعا الاهلي انت مش محتاج كلام عليه، انت بتتكلم في وسام ابو علي، اشرف بن شرقي اللي بدا يلعب اساسي، طاهر محمد طاهر، تحتهم امام عاشور، عمرو السوليه، مروان عطيه، محمد هاني، اشرف داري غايب بقاله فتره، العش رامي ربيعه بعد اصابته هيبقى ياسر ابراهيم والشناوي. التشكيله العاديه جدا. طبعا كابتن عماد النحاس بدا يعمل تدوير وبدا ينزل بقى قفشه نشوفه تاني، وبدا حسين الشحات ومحمد عبد الله. الاهلي فايق بقاله ماتشين اربعات وخمسات ومش راحم حد. ماشي الكلام. المشكله انه بيكسب فرق قويه، يعني انت ما تقدرش تقول ان ده من ضعف المنافسين مثلا، لا هو بيكسب الفرق اللي انت بتتعثر فيها، مثلا كزمالك وبيراميدز. الماتش ده هيكون الساعه 5، والساعه 5 اعتقد ان الماتش الاولاني كان ماتش سيراميكا اللي خلص 5-2، فبالتالي الماتش هيبقى على استاد القاهره. ما اعتقدش لان في ماتش زمالك وبيراميدز بعدها. المهم يعني، ايا كان الماتش فين او على ارض مين، سيراميكا الاهلي، اعتقد هم اصلا الملعبين واحد، الاتنين مختارين نفس الملعب، فمش هتفرق كتير يعني. المهم ان الاهلي اوراقه معروفه، والاهلي ما عندوش اي فرصه انه يفرط في اي نقطه، ده لو لسه عايز الدوري. بالنسبه بقى لسيراميكا حضرتك، انا لو شفت فيديو امبارح هتلاقيني شارح لك ان عماد النحاس انا مش مستني منه حاجه. الراجل ده ما بيجيش يفرض عضلاته ولا يعمل اي حاجه الا على العبد لله. هو يجي يكسب الزمالك ويترقع من الاهلي سكور ويتحط عليه وعادي وصباح الفل والدنيا ماشيه يعني. المهم، عشان بس ايه ما نردش في الكلام، سيراميكا برضه عندها اوراق هجوميه مرعبه. انت بتتكلم بقى، احنا لو هنفترض يعني ان الماتش فير وكوافير وان عماد النحاس هيجز بقى ويضغط ورا، اشك في ده. هنفترض يا سيدي ان ده هيحصل، فانت بتتكلم ان عندك بقى فخر لقاي وزلكا ومحمود قلاوه فرقه، وعندك اسلام عيسى اللي لسه جايب فينا جون، فاهم حاجه، واحمد بالحاج لا ورمضان بيكهام، ويعني ربنا يستر محمد بسام ما يعني ما دخلش جوان في نفسه زي ماتش الزمالك كده. فانت بتتكلم ان لا، سيراميكا فرقه محترمه، فرقه ممكن تعطل الاهلي ممكن جدا، فاهم قصدي. بس انا بالنسبه لي، مش عايزين نظن ظن سيء في الراجل يعني، بس انا ما اعرفش، انا بحس ان عماد النحاس ما بيلعبش ماتشات لا مش عماد النحاس، اسمه ايه، اسمه ايه يا جدع، مدرب سيراميكا دلوقتي اسمه ايه، علي ماهر، علي ماهر. ما بحسش ان علي ماهر بيجز نفس الجزان بتاع الزمالك. هو بينزل اللي هو والله انا اتعادلت تمام، خسرت تمام قوي، كسبت شغال، فاهم. هو بينزل بالروح دي، فاهم قصدي. هو بينزل انا بحس، انا ده احساس شخصي برضه ما اعرفش، بحس ان هو بينزل بالروح دي قصاد الاهلي بالذات. ما اعرفش ليه، ممكن عشان ابن بقى من ابناء الاهلي والبتاع والكلام ده. حلو قوي الكلام. اتمنى انه يلعب مباراه هجوميه زي ما لعب قدامنا، اتمنى انه يضغط الاهلي زي ما ضغط قدامنا، اتمنى انه يسجل اهداف، ويا ريت لو كسب. ليه؟ لان يوم الثلاث ده ممكن فعلا الدوري يبقى خلص قبل الاهلي يخلص الدنيا قبل انتهاء الدوري بيومين، بجولتين يعني. فانت تيجي تقول لي ازاي، اقول لك والله يا باشا، هو لو كسب سيراميكا، وانا اتوقع ده عشان نبقى صراحه يعني، لو كسب سيراميكا اتوقع الماتش ممكن يخلص 3-2 او 4-3، لان سيراميكا هيجيب اجوان في الاهلي والاهلي هيجيب اجوان في سيراميكا، وهيبقى ماتش مفتوح. لان انت لو جيت تشوف سيراميكا بحسبه النقط، هو والبنك بالذات الاثنين دول دخلوا في حسبه الكونفدراليه. فلو علي ماهر، مش عارف ليه لسه معايا عماد النحاس، فلو علي ماهر نازل حاطط الكونفدراليه قدامه هيهاجم الاهلي ويبقى عايز يكسب. لو نازل الماتش مش فارق معاه، ودي برضو الحته اللي بتخلي الواحد يقول لا هو ممكن يلعب وممكن يبقى عايز يكسب فعلا. ده بالنسبه لمين؟
برضه العماد النحاس يا عم، علي ماهر، والله علي ماهر. تمام، ده بالنسبه لماتش الاهلي. فانا بشوف انه هيبقى ماتش صعب، ماتش من اول دقيقه لو جه جوان هيبقى غربله اجوان، واحنا اصلا بقالنا كذا اسبوع بنشوف 4-2 و4-1 وسكورات ما بنشوفهاش في الدوري يعني. طيب نخش بقى على الماتش اللي ممكن يخلص الدوري تماما، ماتش الاهلي ماتش الزمالك وبيراميدز. انا بس في حاجه، بس قبل ما نخش في ماتش الزمالك وبيراميدز ونخش في اي حاجه، في نغمه منتشره كده ان الزمالك هيفوت الماتش. يعني بعض المحللين طلعوا قال لك اصل الدنيا معروفه. يا معلم الدنيا معروفه ايه؟ هو الزمالك عارف يكسب حد اصلا؟ الزمالك بقاله 6 ماتشات بيتعادل بس يا بيخسر. انا مش فاكر اخر مره كسبنا امتى اصلا. فانت تيجي تقول لي اصل الدنيا معروفه. ما يغركش ان بيراميدز بقاله ماتشين بيخسر، ده اسوأ كمان. يعني هو نازل ماتش الزمالك ده، بيراميدز نازل ماتش الزمالك ما قداموش اوبشن، هكسب يا هكسب. ده لو هو عايز يكمل اصلا في الدوري. لانه خد بالك ان الزمالك لو قدر يكسب، فاهم قصدي، وبيراميدز تعطل ماتش ولا ماتشين، الزمالك ممكن تلاقيه دخل في حسبة دوري الابطال على حساب بيراميدز بقى، مش على حساب الاهلي. فهو عايز يفضي دماغه من القصه دي، اللي هو حتى لو ما خدتش الدوري ابقى ضامن دوري الابطال. فاهم الفكره دايره ازاي؟ الثلاثه اللي قدام دول بيلعبوا في 5 6 نقط، يعني ماتشين وهو لسه 3 ماتشات في الدوري. يعني سيادتك هتشوف مذبحه الماتشات الجايه. فعشان ما نخرجش من الموضوع خلينا بس نتكلم في ماتش بيراميدز والزمالك اللي ممكن الساعه 9 بالليل، ماتش هيبدا 8 الساعه 10 بالليل يوم الثلاث اللي هو بكره، تلاقي الدنيا خلصانه. فاهم قصدي؟ تلاقي مثلا الاهلي كسب سيراميكا 4-2 ولا 4-1، والزمالك مثلا وبيراميدز خلصوا على بعض وتعادلوا. ده وارد، ده وارد. او النتيجه الاقرب بالنسبه لنا، النتيجه الاقرب بالنسبه لي هقول لك ليه ان بيراميدز يكسب. ليه؟ بيراميدز يا باشا عنده سكواد كامل. هو بيستقبل دلوقتي كتير، دفاعه مفتوح. يوريشيتش انا مش عارف ايه اللي جراره وهو متعصب على الدنيا كلها. اللعيبه بدات ممكن يبقى من الضغط ان انت بتلعب كل ماتش وكل نقطه، ان انت لو خسرت انت خلاص بره الليله. فانت ممكن يكون اللعيبه مش قادره تسيطر على نفسها ومش عارفه تلعب. واحد زي الشيبي هو المفتاح الوحيد في بيراميدز اللي شغال دلوقتي. فين وليد الكارتي وبلاتي توريه؟ هم فرقه جامده جدا بس تحسهم مخضوضين. فاهم قصدي؟ بس دي الفكره، انا بحس بيراميدز كده يعني. ده غير ان برضو الفرق اللي بتلعب قصادهم، انت لو اتفرجت على ماتش بيراميدز وفاركو مثلا، لا فاركو يا جماعه كان بيلعب بشكل غير عادي، جززان انا ما شفتش كده. يعني انا لما انت بتلعب الاهلي او حتى الزمالك ما بتجزش عليهم كده الصراحه، مش فاهم ليه. انا شفت البنك الاهلي طارق مصطفى عمل ماتش يعني قلع يورشيتش الدنيا كلها. فاهم قصدي؟ نفضوا في الكوره يعني 4-2 يا جماعه، انت عايز ايه؟ كانوا ممكن يكسبوا 4-0 عادي يعني. فاهم قصدي؟ طيب تقول لي طب ما انت ممكن الزمالك ينتفض ويعمل ماتش. اقول لك ينتفض بمين؟ تيجي بقى للتشكيله، للسكواد عموما. الزمالك بقى له 3 ماتشات عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع، اقول لك ايه، ما عندوش دكه. انت بتشوف منظر الدكه في الزمالك تعيط، بتشوف منظر الاساسيين تعيط. لدرجه ان انا اجي اقول لنفسي انا دونجا ده ما بيعرفش يستلم كوره. حرفيا ما بيعرفش يستلم كوره. فاهم قصدي؟ مش ببالغ يعني. بس هتطلعه هتحط مين؟ ما عندكش الفندر، ما عندكش. يعني انت ما عندكش اختيار. يعني انا بحط نفسي مكان كابتن ايمن الرمادي. ما هو يعني مش هلعب بدفندر يا هلعب بدونجا، ما فيش اختيار تاني اصلا. فصعب قوي ان انا احمل الراجل ده او احاسبه، ابقى انا راجل كافر يعني، ابقى انا راجل ظالم من الاخر. فاهم قصدي؟ فانت لما تيجي تحط التشكيله هقول لك الزمالك هو بنفس تشكيلته اللي فات، لا واحد هيقل ولا واحد هينقص عن ماتش سيراميكا. هيبدا عادي جدا بمحمد صبحي لو سليم، مش سليم هيبقى عواد. تلعب بحسام عبد المجيد، صلاح مصدق، عمر جابر. هتلعب محمود بنتايك. نص الملعب هتبقى دونجا، عبد الله السعيد. التالت بتاعهم بعد اصابه ناصر منسي، ناصر ماهر، اعتقد هيبقى سيف جعفر. تخيل نادي الزمالك ما فيهوش وينج. يعني انت تحط مصطفى شلبي وناصر منسي، ما فيش وينج. انا ما عنديش وينج العب بيه. انت متخيل يا ابني؟ فاهم؟ ويجي يقول لك اصل هتفوت الماتش البيراميدز. افوت ايه يا جماعه؟ ده يا رب اتعادل، ده يا رب ما اشيلش سكور. انت متخيل ان انا الدور الاول شايل 3 وانا كل سكوادي احسن من كده، وكان معايا زيزو وكان محمد شحاته موجود. فانت لك ان تتخيل ان انا رايح مش معايا دكه ومش معايا وينج مكان زيزو. الوينج اليمين ده انا مش معايا خالص. تيجي هنا بقى شويه اسئله. مهاب ياسر ده فين؟ الولا محمد عاطف ده فين؟ فاهم قصدي؟ بدور على وينجات مش لاقي اللي مشي. مش دي الوينجات يا جماعه ولا انا بتهيألي؟ احمد حمدي اللي بقاله 2 3 مصاب، فين يا جماعه الناس دي؟
انا مش عارف، فاهم قصدي؟ فانا كزملكاوي انا مش مستني حاجه، انا مستني اخسر بس. يعني هتفرج على الماتش ده يعني ما اعرفش هيبقى ايه شعوري وانا بشوف فرقتي للاسف هتتهان في ارض الملعب يا جماعه. واللي مش شايف كده يعني هو لان انت هتقابل سكواد بقى في الناحيه التانيه: فيستون مايلي، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، بلاتي توريه، وليد الكارتي، عندك محمد الشيبي، محمد سامي، علي جبر، احمد حمدي، احمد الشناوي. طب يعني فاهم قصدي؟ وده اللي انا عشان كده قلت لك في فيديو امبارح انا مش مستني كاس مصر حتى، لان نفس الفرقه اللي انا هلعبها بكره دي هي نفس الفرقه حضرتك اللي انا هاجي العبها في نهائي الكاس بعد اسبوعين ثلاثه. فلا هيزيد لعيب ولا هيقل لعيب، فاهم قصدي؟ يعني مش هيبقى في قيد اللي هو اصلا انا مش هفتحه الا في نهايه الفتره زي ما شرحت لك امبارح، والله ده اللي هيحصل. فما فيش قيد، فما فيش لعيبه، فده السكواد بتاعك. فانت مستني تكسب تبقى انت راجل اهبل. فاللي مستني من الزمالك حاجه بكره انا بقول له انسى. كده كده الزمالك نازل يخسر من بيراميدز مش عشان عايز يخسر لعلمك يعني مش عشان هو يعني هيفوت وعايز المنافسه، لا مش كده، عشان هو مش قادر يكسب اساسا بقى. فاهم ازاي؟ يعني انا اتوقع ان بيراميدز هينزل يدي للزمالك اربعه مرتاح مثلا، اقل واجب. ولو بيراميدز ما عملش كده يبقى فرقه ما عندهاش فكره، ما تستحقش تاخد دوري بصراحه. هيتوقف بقى، وانا بشوف ان ده هيبقى عامل نفسي الماتش سيراميكا الساعه 5. سيراميكا قدر يكسب مثلا وعمل مفاجاه كبرى، وقع الاهلي، وان كده كده لسه في حسابات لجنه التظلمات وثلاث نقط وبتاع، اديت امل لبيراميدز. انا بقول لك بيراميدز هيقوم نازل هرس الزمالك، هرسه. طب لو الاهلي كسب سكور ممكن الزمالك يتعادل، انما الزمالك مش هيكسب. كان كسب سيراميكا ولا كسب المصري ولا فاهم؟ فانا بشوف ان الاربع ماتشات او الثلاث ماتشات اللي قعدوا متبقين للزمالك انا مش مستني منهم حاجه. نهائي الكاس انا مش مستني منه حاجه زي ما حضرتك فاهم. فانا السنه دي انا طالع بصفر كبير عشان الاداره ترتاح، بس صفر كده، صفر كبير. ماشي الكلام. نفسي الموسم الجاي نفتح الكيت بدري ونجيب صفقات محترمه عشان نعرف نبقى لينا شكل الموسم الجاي، لا اكتر ولا اقل. يعني معرفش انا، يعني اما بشوف سكوادي الاهلي بحس ان دي اقل حاجه اطلبها. يعني فاهم؟ لما بتشوف سكواد بيراميدز اقل حاجه اطلبها، لما بتشوف سكواد المصري اقل حاجه تطلبها، لما بتشوف سكواد البنك اقل حاجه، وهكذا. فاهم؟ عشان كده لما قلت لك امبارح ان في 8 9 لعيبه، 8 9 فرق اقوى منك كزمالك دلوقتي، وان مصيرك رايح في اتجاه الاسماعيلي، في ناس طلعت يا انت بتأفور. انت بتأفور ايه يا جماعه؟ ده احنا في الحديد خالص، ده احنا في الهنتريش ما انتريش يعني. فاهم قصدي؟ بس فده كان رأيي انا، رأيي ورؤيتي للماتشين. انا بشوف ان غالبا الاهلي هيكسب، غالبا الزمالك هيخسر، غالبا ده الاتجاه. ايه ممكن يحصل بكره؟ الكوره فيها كل حاجه. اتمنى عكس كده طبعا. تسالني اتمنى ايه يا عم؟ انا نفسي بيراميدز يخسر والاهلي يخسر، الاثنين. ايه المشكله؟ في داهيه، فاهم حاجه؟ بس ده انت بقى قادر تعمل ده؟ او ايه واقعيه ده؟ يكاد يكون صفر حرفيا يعني. بس عشان ما اطولش عليك، لو وصلت لحد هنا متشكرين قوي على المشاهده. لايك، شير، سبسكرايب، واشوفك في فيديو كمان.